Танцы моя половинчеством, я говорю нет, оно люблю. Танцы моя половинчеством, я говорю нет. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل أي حاجة بنقول لا إله إلا الله نوحد ربنا، نبدأ بالصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي. تمام. طبعا يا جدعان النسخة دي هي فعلا تستحق التأخير اللي أنتوا اتأخرتوا عليها. تمام. بس حرفيا قابلتني فيها حبة مشاكل يعني لا تحصى ولا تعد، وأنتوا أكيد الناس اللي على الجروب بتاعك هتعرفها. تمام. بس عامة النسخة دي وكتاب ربنا أنتوا مش هتلاقوا زيها. تمام. ده مبدئيا لأن النسخة حرفيا فيها كمية حاجات يعني حاجات جامدة جدا جدا جدا. تمام. طبعا هبدأ معاكم الفيديو ده هشرح فيه كل حاجة حرفيا، ازاي تحملوا النسخة من القناة بتاعتي، ازاي تخلوا النسخة ترمي فيروس، ازاي بصوا تعملوا كل حاجة بالنسخة، ازاي تعملوا مثلا تنقلوا محادثاتكم من نسخة واتس لنسخة واتس ثانية. بصوا كل حاجة حرفيا هشرحها لكم في الفيديو ده. تمام. فاول حاجه بس نبدا بطريقه التحميل بتاعت النسخه. طبعا انت مثلا بتفتح الفيديو بتاع النسخه، فلنفترض ان الفيديو ده مثلا تمام، تفتحه بالشكل ده. حلو. تروح مثلا دايسين على اللي هو السهم اللي هنا ده دايس عليه، اللي هي العلامه دي اهي دي، او على العنوان بتاع الفيديو بالشكل ده كده. يفتح معاكم حبه حاجات، دي تبقى مثلا الجروبات بتاعتي، دي طبعا حاجات الولاد عادي مالكوش دعوه بيها. هتلاقوا هنا في حاجه مكتوب عليها HTTPS www.mediafire.com داونلود. هتلاقوا يعني في حاجه هنا هي مكتوب عليها اهو النسخه اهي، يعني هتلاقوا الكلمه مكتوبه هنا حتى، اللي انا مش هقول لك ان هي دي لينك النسخه. وده تطبيق هيفك بيه الضغط، يعني انت هتخش هتدوس على دي وبعدين هتخش هتدوس على دي. فاهم كل حاجه. دي طبعا انت بتدوس عليها بالشكل ده. طبعا انا هفتح كروم بس. تمام. بتدوس كده مثلا، ده شرح بس مثلا، يعني مش دي النسخه اللي انتوا تحملوها، بس انا بوريكم مثال. تمام. هتدوس هنا على المستطيل الازرق ده. ممكن يجيب لك كده اهي. لو جاب لك بتاعت هل تريد تنزيل داونلود مش عارف اي بي كي، دوس الغاء. تمام. طبعا دي احنا هنلغيها مش عايزينها. تمام. بس هو طبعا لما تيجي انت تحمل النسخه هيقول لك مثلا هذا الملف ممكن يعني يمكن ان يكون ضارا او كده، هيدوس التحميل على اي حاجه. ده لو ملف النسخه بتاعتي. تمام. دي طريقه التحميل. ده مبدئيا. طبعا البرنامج الثاني هبقى سايبه لك في اللينك اللي تحتيه، اللي هو ده زد ارشيفر. هو البرنامج ده ايه فايدته؟ هتخش عليه بالشكل اللطيف ده، تنزل على حاجه اسمها داونلود اللي هو التحميلات اهي، اللي هو الداونلود ده. هتدوس عليها بالشكل ده، هتدوس على العلامه اللي هنا دي. تمام. دي اهي. وتخلي ده تنازلي وتخلي دي التاريخ. حلو حلو. دوسنا كده. طبعا هتلاقي النسخه نازله لك بالاسم ده، نسخه عالم الموتى، هي بالاسم الجامد ده. تمام. طبعا انت هتعلق عليها، هتدوس دوسه واحده كده، بعدين تدوس استخرج الى اسم الارشيف. طبعا هتكتب الباسورد اللي انا هقوله في الفيديو بلساني وانا بشرح، فانت ركز في الفيديو كويس قوي عشان تعرف تفتح النسخه بالباسورد. تمام. تمام. طبعا انت تكتب الباسورد، وتبقى انت كاتب الباسورد بقى اللي انت سمعته مثلا، هتكتب انت الباسورد هنا وهتدوس حسن، هتلاقي النسخه استخرجت معاك. طبعا لو جاب لك الحته دي يبقى انت كتبت الباسورد غلط، فاسمع الفيديو تاني عشان تعرفه كويس. تمام. بس هو الموضوع سهل قوي يعني. وانتوا هتلاقوا في نسختين، يعني انتوا بعد ما تحملوها هتلاقوا احتمال نسختين. نسخه هتلاقي مثلا بتعمل كراش كول، يعني انت مثلا لو رميت على حد النسخه الثانيه بتاعته هتتحرق، ونسخه ثانيه عاديه اصلا ما فيهاش كراش كول، عشان الكراش كول لما بيتضاف اللي هو او البيج بوت كول ده لما بيتضاف، لما تيجي تبعت رسائل بيبان ان الشخص الثاني استلم الرسائل بس هو ما بقاش يستلم حاجه منك. فاهم ازاي؟ ولا بقول لك فوق من حوار الكراش كول ده خالص، مش هضيفه. ما علينا يعني. طبعا تفتحوا النسخه بالشكل ده، تحملوا النسخه عادي، تفتح معاكم بالشكل ده، هنعلي الاضاءه بس. تفتح معانا بالشكل ده. طبعا مالكوش دعوه بدي، اول واحده مالكوش دعوه بيها. تلاقي عندك حاجه اسمها عرض الحسابات، دي بتدوس عليها لو انت مثلا مسجل بكذا اكونت. طبعا انت بتسجل من اول وجديد، هتدوس مثلا تسجيل دخول. طبعا ايه، نبدا بحبه كده مميزات اللي قدرت اقولها لكم بس يعني من النسخه. طبعا النسخه بتعمل شتات فيك بطريقه جديده جدا جدا جدا، وهشرحها لكم في الفيديو برده، بس يا ريت ما تستخدموهاش في حاجه غلط. وهشرح برده الطريقه اللي ازاي تكشفوا بيها الطريقه دي لو حد مثلا عملها لكم. فاهمين ازاي؟ يعني انا بقول لكم مثلا انا بديكم السيم وبديكم العلاج بتاعه. تمام. وبتعرف مين عمل لك بلوك، دي حاجه عارفينها. طبعا البي سي فيها واعاده توجيه ل 28000 شخص، يعني حرفيا انت هتعمل اعاده توجيه زي ما تحب بقى. تمام. ترفع الصوري ساعه واكتر كمان من ساعه، فيها 4 تذكر للناس بتاعت الشير. يعني هشرح لكم كل حاجه، بس انا بقول لكم ايه حاجات بسيطه كده. بتعمل ارقام فيك، طبعا بتحصل وبتفك الارقام. بتقدر تسيب ريكورد الصوت بنت، ودي شرحتها في فيديو قبل كده وهشرح لكم تاني. تبعت ملف الصوت ريكورد عادي، تفتح اكتر من رقم وتكتب بلس، بصوا فيها كل حاجه حرفيا. وزرار سحب الرومات متكبر، في زرار سحب الرومات هكبره، معلش نسيت اكبره. وبتعمل قطع نت عادي، وقطع النت حرفيا بيترمي بسرعه. تمام. بس طبعا انت بتكتب رقمك مثلا 012 11 84 67، ما علينا يعني اي رقم كتبت اهو. مبروك رقمك شغال، هتدوس موافق مثلا، وهنا دي الكود هيجي لك وتفتح النسخه. بس طبعا مسجل على النسخه اصلا. عرض الحسابات، تبديل الحساب. تمام. نبدا نفتح النسخه اهي. معتوه فاكر انه باي معايا، انا شفتك الا وانت ما بلاش سنه الفرق انا بقول. ما علينا. لحظه واحده بس قبل ما ادخل على الشات بتاعي. لا تمام الدنيا سليمه. ندخل بس هنا ايه السمات. طبعا السمات طيب انا بس ايه ادخل اوريها لكم. بصوا عندكم ايه 4032 سيم، اختار اللي انت عايزه. نعمل اعاده ضبط دي. ما علينا، عشان انا كنت مفعل الزرار فهي جابت كراش. لحظه واحده. يعني انا فتحتها جابت كراش بس عشان انا كنت مشغل اللي هو بتاع عكس الرسائل، فلما عملت اعاده ضبط حصلت حاجه يعني فيه. تمام. بس هي عادي الدنيا حلوه يعني خالص. طبعا هبدا اشرح معاكم بس يعني حاجات كده في الواجهه. تمام. واجهه النسخه طبعا تدوس هنا يدخلك على البروفايل عادي، وده البايو بتاعك. تمام. وهنا بتختار الصوره اللي انت عايزها، اكيد عارف يعني كل الكلام ده. تمام. طبعا الاسم بتاعك انت ممكن بص تفضل تكتب اسم لحد بص ما بص تخلص الدنيا كلها، الاسم معاك مفتوح للاخر، فتحته لك للاخر. حلو. عندك هنا مثلا دي قلنا بتاعت البروفايل، دي بتاعت تسجيلات الرقم. هنا نبدا نشرح الحاجات اللي هنا الحاجات الحلوه دي. دي اضافه انوبيس، تخش هنا طبعا تدوس مثلا الغاء، فك من دي خالص دلوقتي. هنا عندك كل حاجه الخصوصيه بتاعتك،
بص الخصوصيه كلها طبعا انتوا اكيد عارفين الحاجات دي. خش على الاعدادات، طبعا دي حاجات هتظبطها في النسخه دلوقتي. حلو، هتخش على الاعدادات، بعدين تخش على الاعداد تاني، بعدين عندي مثلا فتح اكثر من محادثه فكنا منها. ده اقول لكم بتعمل ايه برضه. فتح اكثر من محادثه دي اللي انت كل ما تدخل على شات يفضل الشات مفتوح برضه، فاهم ازاي؟ يعني تحط مثلا على شات انا وجيت تخرج يفضل الشات موجود في التطبيقات اللي كانت مفتوحه هنا، فاهم ازاي؟ يعني تلاقي مثلا هنا ده الشات بتاعي لسه مفتوح، وهنا دي حاجه اللي انت كنت بتعملها في النسخه، فاهم ازاي؟ فبراحتك تشتغل شغاله، مش عايز براحتك. هنا زياده تحدي تحويل رسائل 28 كي، وتروح جايب دي لاخرها، ومشاركه اكثر من 10 صور هتشغل دي كمان. وايه تاني يا ربي؟ تعديل الاشعارات من رساله صوتيه، شغل ديش ما هتترش والله العظيم. يعني دخلت بتسمع ريكورد وحد يروح رزعك اشعار يعمل التن اللي بترشق في الودن دي، والله احساس وحش قوي. فشغل دي كمان. دي النسخه الاحتياطيه للسعاده، فكنا منها اقول لكم كل حاجه دلوقتي. اخفاء الوصفات من المعرض، هتروح برضه انت جايب دي على اخرها، وهتروح مشغل دي مشغل دي مشغل دي، هتشغل الثلاثه دول ودول هتطفيهم كده وهتشغلهم تاني، هتقول لي هو كده تمام. بس الستايل الشكل، تغيير نوع الخط، فكنا من الاخطاء، تغيير ايقونات التطبيق، دي كل دي ايقونات انا ضايفها لك، بص براحتك حط اي ايقونه براحتك. وفي ايقونات الاشعارات كمان، اضيف لك ايقونه الاشعارات، بص حاجه شياكه يعني. ما علينا من كل ده. برضو الالوان خلفيه عادي فكنا منها. عندنا ايه تاني يا ربي؟ الشاشه الرئيسيه، ونخش على الشاشه الرئيسيه هتلاقوا هنا بقى قسم الاضافات، تمام؟ انتوا بس بتدخلوا على ايه، كلام واضح قدامكم يعني، مش محتاج ترجمه ولا محتاج اي حاجه، تمام؟ زي ما قلت بنخش، ممكن تخشوا برضو على علامه الفرشه اللي هنا دي كده، هتدخلكم برضو على المود ده. خش على الشاشه الرئيسيه هتلاقوا هنا قسم الاضافات. طبعا هنا عندك قران كريم وسبحه وحاجات حلوه، طبعا كل ده هشرحه بس واحده واحده، تمام؟ يعني كل حاجه ليها خطواتها. وهنا هتلاقي عندك الواتس يرد لوحده، ده اللي هو الرد التلقائي، لو مثلا حد يبعت لك مثلا اسمك ايه فترد بالاسم على طول، فاهم ازاي؟ برضه بشرحها عشان في ناس ما تعرفش يعني نسخ معدله لحد دلوقتي، واخدين بالك يعني اقصى طموحاتهم واتساب المتجر، تمام؟ هنا رقم مكسل تسجله، مثلا بتكتب الرقم اللي انت عايزه ويفتح معاك المحادثه بتاعته، تقول مثلا 010 2892 4830، رقم مكسل تسجله يفتح لك الشات بتاعي مثلا، وتدوس هنا مثلا يعمل لك رابط تواصل مباشر، لينك شات. الدنيا جميله خالص يعني معايا اهو، دخلك على لينك الشات. ما علي. عندنا ايه تاني لسه ما قلتوش هنا في الجزء ده برضه؟ رد سريع، هقول لك ده عباره عن ايه. اخر تسميه مثلا نخليها مثلا اعمل ايه مثلا، الرد هنا الحمد لله، ندوس اضافه، تمام؟ فلنفترض بقى حد قال لك اعمل ايه، انت تروح جاي دايس علامه الشباك دي ودايس كده الحمد لله على طول، فاهم ازاي؟ يعني هو الرد بيبقى مكتوب، ان مثلا بتكتب اللي هو مثلا اهو، فاهمها لكم بطريقه احسن. دي برضه تنفع للناس بتاعت الشير، بتاعت الرد السريع. مثلا اسمك ايه مثلا، اسمك قبه، اسمك ايه، فلنفترض نخلي الرد نوبيس سحر وندوس اضافه. اه مثلا رقمي ده بعت لي كلمه اسمك ايه، فانا عايز ارد عليه لسه مش هكتب مثلا انوبيس وافضل اكتب قصه حياتي، دوس علامه الشباك وعلى اسمه على طول، اتبعت على طول في ساعتها، فاهم الفكره ازاي؟ الدنيا حلوه خالص يعني، تمام؟ ده من ناحيه الرد السريع. من رزعك بلوك، ده بعرفك طبعا اللي رزعك بلوك وانت تشغل دي عشان يجيلك اشعار اهو. تنبيه مهم عزيزي المستخدم، احيانا قد تكون بعض هذه النتائج غير صحيحه، يعني دي ميزه تجريبيه، يعني احتمال ما تكونش صح، فاهم؟ بس ده بيجيبها لك هنا، اللي هو مثلا صوره البروفايل بتاعته اتشالت فجاه فهو بيعرفك هنا. طبعا بعد ما دي تتملي بتدوس هنا كده وتدوس امسح نوت فاوند، اللي هو لسه ما فيش اي حاجه يعني موجوده، فاهم ازاي؟ رساله كرومات، تنظيم الشتات، دي طبعا دي بتجيب لك مثلا كل المحادثات عادي، مثلا نقول لك الرسائل اللي ما قريتش بس تبقى هي اللي ظاهره لك فوق يعني، الجروبات بس هي تبقى ظاهره لك فوق، اللي هو جهات الاتصال بتاعتك هي بس اللي يعني الارقام اللي انت مسجلها بس هي اللي تبقى في الاولويه يعني بتاعت الرد بتاعتك فوق خالص، فاهم ازاي؟ ودي ده تحاول تركيب ملف السرعه فكنا منه دلوقتي. هنا البي سي طبعا قلنا بياخد 28000 اهو، تمام؟ عندنا ايه تاني يا رب لسه ما قلتوش؟ مراقبه الواتس، طبعا دي برضه هقولها، دي لو انت مثلا حاسس ان الواتس بتاعك متراقب بتعمل ايه؟ تخش مثلا هنا هي على مراقبه الواتس دي، هندوس مثلا موافق، لو جات لك بالشكل ده يبقى انت في السليم، يعني لو جات لك بالشكل اللي انت شايفه ده يبقى انت كده جهازك في السليم، حلو حلو. خش على فكنا منها برضه خلاص، انا كده شرحت الجزء اللي هنا. طبعا دي افكتات كي ام، انت اول ما تحمل النسخه هتلاقي كل دول منورين، تروح جاي مطفيهم كلهم بالشكل ده وتبدا تشغل اللي انت عايزه، تمام؟ ده علامه كسر في الشاشه، حلو، انا برضه بشرحها، ودي حاجات كده بتتحرك، ولو عايز تغير اللون بتاعها اهي بيتغير من هنا، تدوس باليت كلر وتخليها مثلا باللون اللي انت عايزه، دوس دان. الدوت دي اللي هي الكوره الصغيره، شايفين الكوره اللي هي ماشيه دي اهي، هي الكوره دي، واللاين اللي هو الخط، مثلا نخلي الخط مثلا احمر اهو لاين، هتبقى بالشكل ده، شكل حلو والله عجبني، بس كل واحد وذوقه طبعا في اللون، تمام؟ دي ساعه في الشات، وده ميجر في الشات فكنا منه، تذكر بجلد، حلو تمام. خش مثلا هنا بقى ابدا اشرح كل حاجه جوه المحادثه. طبعا هنا عندك اول تذكر اهو، ده اول تذكر، فين يا رب اهو، ده اول تذكر، دوس كده سند مثلا، هنا ممكن تحط لينك شاتك وتظبط اللي انت عايزه بقى، فاهم ازاي؟ وده تاني تذكر اهو، وده التالت، ده مثلا بتبعته لو حد مثلا كان باعت اسمه وقال لك سجلتني والشغل دي، بتبقى مثلا عامل ريب عليه، وده هنا السيف اللي هو سجلتك والدنيا حلوه. وفي تذكر هنا كمان مثلا نخلي اومشنات، نخلي ده مثلا 2 ماشي، هندوس سند اهو، ده رابع تذكر، يعني اول تذكر اهو، التاني اهو، التالت اهو، والرابع هنا في الكيب، بص حاجه جامده اقسم بالله، تمام؟ ودي بيبقى بتنقلك طبعا بين المحادثات بسرعه من غير ما تفضل تطلع وتدخل، او مثلا ندخل هنا دخلنا على رقمي على طول، فاهم ازاي؟ بدل ما تفضل تطلع من المحادثه وتدخل محادثه ثانيه، لا من جوه المحادثه على طول اهو، تفضل تتنقل براحتك، فاهم ازاي؟ اهو الدنيا جميله خالص يعني، تفضل تعيش بقى، عيش انت، فاهم ازاي؟ ده من ناحيه التذكيرات. عندك هنا حوار تغيير الصوت، بتعمله ازاي؟ اهو تخش على تغيير الصوت دي، هتخليه على طفل، تمام؟ وتبدا تسجل الريت
فيروس. تمام، صوت مسخره بس قشطه يعني مش حوار. في إيه تاني يا رب؟ انا مقلتوش لون جديد. وبترمي فيروس، صح؟ بترمي فيروس اهو. هندوس هنا العلامه دي اهي، مش عارف شفتوها ولا لا، بس كده هتبقى باينه يعني. اهي دي اهي. تمام، ندوس هنا كده. دي فيروسات للاندرويد. تمام، دي فيروسات تليفونات الاندرويد اهي، بترميهم معانا زي الفل. تمام، بس انا مش بفعل زرار الفيروسات في حاجه كده وكده اترمى. في تاني يا ربي لسه مقلتوش؟ قلنا الافكتات، قلنا الحاجات اللي في الواجهه. تمام، هنخش هنا بقى ايه، نشرح الحاجات اللي هنا. تمام، ركزوا معايا بقى في الحته الجايه دي، لان حرفيا الزرار دي مهمه جدا جدا جدا. حلو. في ايه يا ربي هنا؟ اقول لك كل حاجه دلوقتي. الوسط مالناش دعوه بيها. نخش على الشاشه الرئيسيه، هنخش على الاضافات، نخش على حاجه اسمها زراير اضافات الفيروس. تمام، هنا زراير رساله قطع النت. تمام، طبعا دلوقتي انت عايز تحفل على حد بقطع نت، هتعمل ايه؟ هتروح مطفي الاثنين دول، هتطفي الاثنين اللي تحت، شغل ارسال رسائل قطع نت. تمام، تخرج هتلاقي هنا زراير تشفير الفيروسات للايربيروس. بص هتروح مشغلهم كلهم، شغل كله اهو. تشفير الفيروس في الشات ده عشان نبقى شايفين احنا بنكتب ايه. تمام، شغل كل دول كده بالشكل ده. حلو، شغلتهم كلهم. اخرج تاني، تالت رابع سادس عاشر، تدوس اعاده تشغيل، ده الستارت يعني الواتس. تمام، تجرب ترمي بقى. فاهم ازاي؟ اهو كنت قاعد بحفل امبارح على عيب قطع النت والله. 3 4 بس الواي فاي نزلت خالص والله العظيم. كان بترمي طلقه امبارح، الناس اللي في الجروب تشهد. اهي تبدا ترمي قطع النت عادي، طبعا ما بتهنكش خالص، ولا اللي هو تجيب لك رش والشغل الفاسده دي. بس هو في حاجه تمام بسبب النت، اقسم بالله. طب نجرب نفتح الداتا كده نشوف معانا داتا ولا مفيش داتا. حوزه مفيش داتا، ماشي زي بعضه. المهم يعني ترمي قطع النت معاك كويس، ما تحرقش منك اهو. الداتا احسن من الواي فاي. اهي قشطه. حرفيا الشخص التاني بيبقى مات اصلا من اول رساله، بيفضل مهنج في حدود رينج مثلا 3 دقايق. انت لو بعت له مثلا 10 رسايل هيفضل مهنج نص ساعه. صباح الفل عليك. تمام، النسخه فيها حرفيا في حاجات ياما قوي. اهي قطع النت يعتبر خلاص اهو، ما خدوش دقيقه امانه واترموا اصلا، كله في نفس الدقيقه. 10 رسايل كلهم في نفس الدقيقه. طبعا طفي بس بتاع قطع النت ده، راجل طافين ده ومش شغال. بص طول ما انت مشغل تشفير فيروس قطع النت ده، فحرفيا انت في الامان. اي حد هيرمي عليك رساله فيروس قطع نت، او مثلا انت حتى هتحب ترمي، يعني انت لو مشغل ده اللي هو ده شكله مختلف، ولو مشغل ده وجيت ترمي فيروسات، الفيروسات دي مش هتاثر عند الشخص التاني، واخد بالك؟ مش هتاثر عنده خالص. فانت هتطفي الاثنين دول برضه، هتطفي الاثنين دول وترمي اللي انت عايزه براحتك، عيش انت. تمام، دي حبه زرار فيروسات. طبعا دلوقتي هشرح لكم حوار عكس الرسائل اللي هو بتاع حظر الارقام. ركز معايا بقى في الحته دي. خش على عكس الرسائل، هتشغل الزرار ده، هنخرج بالشكل ده كده. تمام، هنعمل اعاده تشغيل. طبعا انت كنت شايف قبل ما اعمل اعاده تشغيل كان في صحين ظاهرين اللي انا بعتهم. هي لحظه واحده، هنخش مثلا على الشات ده كده. بص وبان كل حاجه ان هو الرقم هو اللي بعتها. نخش هنا كده برده هيبان كل حاجه ان الرقم ده هو اللي بعتها. فنفترض انت دلوقتي عايز تحذر رقم حد، هتعمل ايه؟ هتدوس على الثلاث نقط اللي هنا دول، هتعمل رقم مكسل تسجله، تروح يحط الرقم اللي انت تبقى ماسكه يعني بتاع الشخص انت عايز تحذره هنا. مثلا هنجرب الرقم ده 12 11 84 993 مثلا. انت مثلا كاتب الرساله هتحط هنا بند الحظر، تروح يحط هنا مثلا. فنفترض ان هو ده بند حظر الارقام، هو ده مثلا البند اللي انت هتحذر بيه، هتطير فيه يعني. لحظه واحده يا جدعان، لحظه واحده، نعمل وضع الطيران. ده هنعمل رقم مكسل تسجله. تمام، هتدوس هنا بعد ما كتبت الرساله وكتبت الرقم دوس ارسال. بليز نويز كونتنت. الازعاج ده. ثواني طيب وجاي يا جدعان. جيت طبعا بعد ما قلنا بكتب الرقم، وتروح انت طبعا حاطط رمز الدوله. تحط رمز الدوله اول حاجه، انا هعديها لك تاني. تكتب اول حاجه رمز الدوله، هو بتاع مصر اللي هو 20، فتكتب رقم 2 بس. تمام، وتكتب مثلا كام الرقم 11 84 96 مثلا. اديني رقم مكسل تسجله اهو. تكتب رمز الدوله 12 11 84 75، تكتب مثلا رساله، فالمفروض ان هو ده البند. تمام، هتعمل ارسال. بص هيبان على طول ان الشخص اللي انت كتبت رقمه هو اللي بعت لك الرسائل. شفت ازاي؟ ممكن تاخد مثلا سكرين من بره مثلا عليه لو انت بتحب تهزر مع حد وهتعمله شات فيك. تمام، فده حوار حظر الارقام. تروح مثلا داخل على صوره بتاع البروفايل، تدوس على معلومات، تفضل تعمل ابلاغ، ارزاق ابلاغ بس هتشيل دي، ادي واحد مثلا. تعمل 10 ابلاغات مثلا من بره، ده على حسب البند بتاعك بيبقى نظام، بس انا بفهمك الطريقه. تمام، ريبورت سنت، تعمل مثلا 10 ابلاغات بالشكل اللي انت شايفه ده من بره، ده حوار حظر الارقام من نسخ العكس. تمام، او مثلا 5 ابلاغات بس خليك في 10 ابلاغات مثلا من بره. حلو، او تبدا مثلا تعمل لو بالشكل ده 10 ابلاغات من بره. انا بحفظ بشرح لك كل حاجه عن النسخ. تمام، وهتروح كده داخل على النسخه من جوه كده بعد ما خلصت الابلاغات من بره، هتلاقي في حاجه اسمها ارزاقه ابلاغ يفلق دماغه اهو. بصوا هيفلق دماغه بالشكل اللي انت شايفه ده، ده يعمل ارزاقه ابلاغ يفلق دماغه. النسخه هتجيب كراش معاك ليه؟ لان عشان في جروبات عندي، فانت حرفيا ما تبقاش مشغل دي وانت مركب ملف بسرعه. حلو، يعني النسخه جابت حرق كده عشان كنت مركب ملف بسرعه. فاهم ازاي؟ ده نفس اللي حصل في اول الفيديو، جابت الكراش عشان لما عملت اعاده الضبط او اعاده التسجيل دي حصل كده. تمام، فانا هشوف دي وجاي لكم تاني. اول ما عملت اعاده التسجيل عادي، تمام، هنخش هناك بالشكل كده، هتلاقوا جاي كده، تروح عامله ارزع وابلاغ تاني. تمام، بس هتروح مثلا ارفع بقى الان بلوك كده، او مثلا هتعمله ابلاغ تاني. تمام، بس طبعا زي ما قلت مش تبقى عامل مركب بسرعه يعني.
ده حوار حظ الارقام. خليكم معايا ثواني يا جدعان. نرجع يا جدعان للحوار بتاعنا اهو، بتاع انك مثلا عايز تعمل شات فيك لحد، تمام؟ بتعمل ايه؟ اقول لك دلوقتي. تعمل برضه نفس الفكره اهو، رقم مكاسب تسجله مثلا داخل، مثلا حط الرقم برضه 12 11 84 3 مثلا اهو، رقم مكاسب تسجله، دوس هنا. تروح مثلا بعت الحاجه اللي انت عايز يبان ان هو اللي باعتها، فنفترض كده اهو انا بحبك مثلا يعني، تمام؟ دلوقتي انت بقى عايز تعمل هناك رديت عليه بس برد اللي هو ما يبانش، فاهم ازاي؟ انا هقول لك دلوقتي. روح مثلا مطفين بقى اللي هو بتاع عكس الرسائل، من زراير اضافات الفيروسات، زراير اضافات عكس الرسائل هنطفيه. حلو. ركزوا معايا، هندوس آلة تشغيل برضو بس بعد ما طفينا الزرار، تمام؟ هتلاقي الصحين ظهر وشات تعادل اهو. دلوقتي مثلا عايز تبعت بس ليها حاجات مثلا رسائل فاضيه اهي بالشكل اللي شايفه ده، وعايز تبين انها مثلا رد، ادوس مثلا على الرساله بتاعته اهو، هتلاقي في حاجه اسمها تعديل الرسائل اهي. فين يا ربي؟ الشات الفيك اهي. مثلا يعني بيزنس ممكن مثلا تخليها اي حاجه انت عايزها، فاهم ازاي؟ انا بشغل حوار تفكيك الشتات دلوقتي. وده التاريخ هيجيب كراش معاك تقريبا، مش متضاف التاريخ بتاعها. طب نجرب كده نشوف الوقت هيجيب كراش ولا لا. او يمكن جابت كراش بسبب اللي هو زرار الفكر اللي هو عكس الرسائل. شوف الوقت، جابت وقت. طيب فككم من خالص بتاعت الوقت والتاريخ دي عادي، طبعا انتوا عارفين الوقت اللي انتوا باعتين فيه. بس كانت شغاله، انا ما كنتش شغاله، ما كنتش شغال في النسخه دي. ما علينا. وده تفكيك الشات بتاعك برضه. طيب مثلا ايه، تكتب اللي انت عايزه مثلا، تدوس تم التعديل، هتجيب نفس الكلام برضه بسبب عكس الرسائل. فانت لما هتعمل كده ما تشغلش عكس الرسائل زي ما قلت وانت عامل الجروبات، تمام؟ تمام يا جماعه، نكمل شرح عادي زي ما قلت لكم برضه، ما تكونش دعوه بالحوار بقى، لان انت لما تيجي تعمل شات ما تكونش مركب ملف بسرعه، تمام؟ خش الشرح الرئيسيه، اضافات، زرار اضافات فيروس. خش مثلا احنا خلاص شرحنا طاقات النت، نخش مثلا زرار اضافات او فاهم كل حاجه. ده لما بتشغله الزرار ده، لما انت بتشغله مش بتستلم رسائل من اي مخلوق. يعني مثلا لو في 10000 شخص بيحفلوا عليك او مثلا بيرموا فيروس او اي حاجه، يمكن الناس مش هتاثر، بس انت عايز مثلا تريح دماغك منهم، فبتشغل الزرار ده مش بتستلم اي حاجه من اي حد. يعني اي حد يبعت لك رساله مش بتستلمها، خلي بالك برضو من الحته دي، وهيبان عند الناس الثانيه اللي انت بتستلم الرسائل عادي. وده انت لما بتشغله اي رساله بتبعتها في الجروب بتظهر منشن، يعني انت كانك مثلا بتمنشن لكل اللي في الجروب، يعني اي حد في الجروب هيظهر له اللي انت منشن له، فاهم ازاي؟ فاقول لك برضو الزرار ده بيشتغل ازاي معاك. انت ما شغلت الزرار خلاص، طبعا طول ما انت برضو مشغل الزرار ده، لو جيت ترمي اي فيروس، الفيروس مش هيأثر عند الشخص الثاني. ركز معايا، لو انت مش مشغل بتاع المنشن الجماعي، طول ما انت هتيجي ترمي فيروس مش هيأثر عند اي حد، فطفيه وارمي الفيروس اللي انت عايزها. تغيير عدد المحادثات طبعا بتشغله وبتختار العدد اللي انت عايزه. اقول لك برضو تعمل ازاي. تغيير عدد المحادثات شغلناها مثلا ثانيه واحده، وده بيوثق الحسابات عدد تحديد المسجات. هقول لكم تشغلوه ايه دلوقتي، يعني الحاجات اللي بتنصحوا تشغلوها. شغل ترسيل الريكورد ده بيفيك الوقت الريكورد، اخفاء الشتات من بره. انا مشغله بيخفي لك اسم المحادثات من بره خالص، يعني ولا الاسم ولا الكلمه اللي الشخص باعتها ولا اي حاجه تبقى ظاهره، تمام؟ تذكر الايفون ادمن وهمي، ده بيرفعك مشرف في اي جروب، ممكن تعمل ريبلاي اي رساله انت عايزها في الجروبات المقفوله يعني براحتك. تنزيل كل المشرفين ده بتاع صاحب الروم، انت بتشغله برده وبتخش على الروم على طول تدوس صح، كل المشرفين بينزلوا ما بيبقاش غيرك، تمام؟ عدد تحديد رسائل ونفس الحسابات، تجري عدد محاسبات، تمام؟ فاهم كل حاجه دلوقتي. خش برده على الاعدادات تاني، لغه التطبيق هتخلوها الانجليزيه، اختيار العدد هتخلوه مثلا بالرقم اللي انتوا عايزينه، اكتبوا الرقم اللي انتوا عايزينه، مثلا خليه اللي هو 93548 ندوس موافق مثلا. هنخرج بالشكل اللطيف ده. طبعا انتوا شايفين مفيش عندي كام محادثه اهو. دلوقتي شفتوا بقى المصالح اللي هو المحادثات، يعني ندخل تاني على النسخه، تمام؟ طبعا الباسورد بتاع النسخه يا جدعان 0012، تمام؟ 0012 باسورد 0012، يعني مفيش ابسط من كده اهو، اديني قلته، تمام؟ هتخش انت على بتاعه المحادثات، هو عندك كام محادثه؟ يا نهار، بصوا الرقم قد ايه، هو انا ما عنديش بس غير 4 محادثات بالعدد، يعني 93000، تمام؟ 93000 محادثه. انا بص، ده توثيق الحسابات، ده مثلا هشغله عشان الرقم ما يتحذرش، او مثلا الارقام اللي عندك تبقى كويسه، يعني يبان انها متوثقه، فاهم ازاي؟ ونصيحه كمان، يعني بص اقول لك حاجه حلوه. طب انت كده تبقى مسجل الرقم بتاعك على الموبايل، تمام؟ فانا طبعا مسجل رقمي، فانا بايه ببقى برضه عامل محادثه ما بيني وبينه عشان يبان الرقم متوثق على نفس النسخه، واخد فاهم الفكره؟ بس ده بتاع توثيق الحسابات، وده بتاع اللي هو الرساله. طبعا بتاع المنشن الجماعي هقول لك بيشتغل ازاي. هو انا ادمن ولا مش ادمن؟ مش ادمن، مش ادمن في جروبي. هقول دلوقتي اهو، فوز الفيروسات، ادمن وهمي، تمام؟ مش مشرف ازاي ده؟ ازاي ما بقاش ادمن في جروب؟ ماشي، ما عليه مش مشكله، مش مشكله. نخش كده نشوف ايه تشتغل ولا لسه. هنخش هنا تقريبا على دي. تبقى المفروض نعمل اعاده ضغط طبعا عشان مش فاتح النت. نجرب نفتح النت. فكنا المفروض لازم بتتفتح دي، بس عامة انا ادمن فيك فمش مهم، الزرار ده مش شغال عادي، تقريبا اللوجو بتاعته اتغيرت. ما علينا، نكمل بس شرح بقية الزراير بتاعت النسخة. رجع النسخة عربي، تمام؟ عربي، وفكنا من دي. خش على هوم سكرين، اضافات، زرار الفيروسات. طبعا خلاص انا شرحت لك دول، اشرح دلوقتي زرار الفيروس. ركز معايا يا قلب اخوك، عشان زرار الفيروسات دي مهمه اقسم بالله، وفي ناس بتيجي تشتكي تقول لي النسخه لسه مش شغاله، لسه النسخه فيها والنسخه بيها، والناس دي بتشيلني. فانا هبدا افهمك كل حاجه.
تشفير فيروس الديلي الطويل ده او فيروس الديلي، طفي دول عشان لما تيجي مثلا انت دلوقتي فاتح محادثه ما بينك وبين حد، في علامه الشباك او الشباك الورق دي اللي بتبقى في اللي هو بار الكتابه، تمام، ان انت بتكتب حته انت بتكتب فيها، اللي هي بتدوس عليها مثلا بتفتح لك اللي هو تبعت مثلا جهه اتصال، تبعت مثلا لوكيشن، تبعت ملف صوت، تبعت اي حاجه انت عايز تبعتها، تمام. اقرب افتحها على النسخه دي اهو، عايزين الويب سايت ده يا جدعان، العلامه دي، تمام، بتشغل لك دي. طبعا انت لو مشغل الزراير فدي مش هتتفتح معاك، ده مبدئيا، دي اول حاجه، تمام. عندك تشفير فيروس الضغط وضغط المسجات، طفي دول عشان لما حد هيبعت لك فيديو او يبعت لك صوره او يبعت لك اي حاجه تيجي تشغلهم مش هيشتغلوا، تمام. عشان ساعات الناس تيجي تقول لي يا اسطى الستوري مش شغال، يا اسطى الستوري بفتحه ومش عايز يحمل، طب ما تسمع الفيديو يا اسطى عشان تعرف تحمله، ولا ايه النظام برضه، تمام. تشفير قراءه المزيد ده اي حد بعت لك رساله فيها قراءه مزيد او مثلا رساله طويله وانت مشغل الزر ده، هتيجي تدوس على كلمه قراءه المزيد الرساله هتظهر معاك مش هتتفتح، فانت طفش عشان الرساله تتفتح معاك كامله. تشفير الفيروس في الشات، دلوقتي مثلا حد بعت لك مثلا رساله عباره عن مثلا بيحكي لك مثلا اللي حصل معاه النهارده او بيحكي لك قصه مثلا اي حاجه، وانت مشغل الزر ده الكلام بيبقى مقصوص، الكلام بيبقى صغير خالص يعني مش باين منه اي حاجه، ده عشان الفيروس لما تيجي ترميه بس يبقى صغير معاك وما هينجلكش النسخه، فانت لو بتستخدم النسخه استخدام عادي طفي الزرار ده، تمام، طفي الزرار ده. تشفير فيروس اللينكات، فيروس اللينكات اللي هو مثلا لما حد يبعت لك لينك اهو، دي مش طبعا فيروس تقريبا، حد مثلا بيبعت لك فين يا رب لينك مثلا زي ده يبقى ظاهر باللون الازرق عادي، وانت مشغل الزرار اللون الازرق ده بيبقى مطفي خالص، يعني اللينك بيبقى متطفي، فاهم ازاي؟ تشوف فيروس العرض، طب ساعه لما حد مثلا باعت لك لينك، تمام، بيبقى ظاهر هنا فوق اللينك بقى مثلا صوره اللينك واسم اللينك والكلام ده، وانت مشغل الحاجات دي بتبقى مختفيه، تمام. اديني بشرح لك كل حاجه والله العظيم. شوف فيروس الانمي طفيه عادي كده نسخه كويسه. شوف فيروس الخريطه وفيروس الخريطه ده دول شغلهم يعني بص، هتشغل دول لو انت بترمي فيروسات، تمام. انا هقول لك دلوقتي شغل لو انت بترمي فيروس، انت بتشغل فيروس يرمون كلهم. لو انت عايز تستخدم النسخه استخدام عادي خالص خالص يعني خالص بقى ما حدش يرمي عليك وتبقى متامن ومطمن، هتشغل ايه يا ربي، هتفهم كلهم ما ده ايه، تفهم كلهم يا اسطى، تفهم كلهم عادي، انت كده كده هتبقى في الامان ان شاء الله يعني، انت تستخدمها استخدام عادي خالص ومالكش في اي حاجه ولا في اي حوارات ولا في اي حاجه. اما مثلا لو انت ليك في الشير، لو انت ليك في الشير مثلا او ضغط في النسخه والكلام ده كله، هتشغلهم برده كلهم، انت كده مش هتحتاج اصلا اي حاجه من دول عشان النسخه ايه تبقى طلقه معاك وترمي معاك بسرعه، بس المعاده بتاعت تشفير الفيروس في الشات هتطفي ده بس، عشان طبعا الرسائل تتقرا معاك عادي خالص من غير اي حاجه ومن غير اي بتنجان خالص، فاهمني. تشفير كونكتات الحرق ماشي شغله، تمام، نشغل ده برده، تمام. تشفير رسائل جماعيه، تمام. ابدا اقول لك كل حاجه دلوقتي باذن الله. معدوم فاكر انه هي معايا وشوف كده انت ماشي الفرق كيف. طبعا انت ايه اقول لك دلوقتي، طبعا انت دلوقتي بقت ظاهر عندك في كلمه الستيت، تمام، فانت هتطفي الزرار بتاع تفكيك عدد المحادثات، حلو. والستوري قلنا الستوري طبعا بيتفيك بطريقه جامده قوي، طبعا الستوري بتاعتي او نوت فيو ايت او نو فيوز ايت لا يوجد مشاهدات، يعني بص الشهاده كام 900، هتقول لي ازاي، اقول لك هو كده هو هنا بص اليوم 900 من المشاهدات وما فيش حد شافها اصلا، يعني كل ما حد هيشوفها هيظهر لك بقى الرقم بتاعه، فاهم ازاي. في تاني يا رب لسه مش شرحتوش اهو، بص دي بتاعت قراءه المزيد او اصل الفيروس في الشات، هتبقى ظاهره لك بالشكل ده، لو دوست هنا بص الفيروس بيظهر، دي يعني العلامه دي بدل كلمه قراءه المزيد، فاهمني، فتدوس على كده الفيروس هيظهر معاك، تمام. دلوقتي بقى اقول لك برده حوار النسخه تعمل ارقام فيك، خش هنا التحديثات، لا تخش على تابع مطول لاخر الاخبار، هتخش على بتاع تويتر هيدخلك على موقع بتاع الارقام الفيك، عارفين الموقع ده فيه كل حاجه كل حاجه، تمام، يعني كل حاجه موجوده في الموقع ده هتلاقيها، كل حاجه فعلا موجوده، تمام، كل المواقع رسائل بقى ايميلات اللي انت تعوزه، تمام. خش بس على الاضافات اقول لك بقيه الاضافات صح، لو قلنا لك عندك مكرر نصوص زي زخرفه نصوص بقى، هنا الزخرفه هنا والزخرفه هنا، تمام. هنا عندك نوتة ممكن تحط على الكلام اللي انت عايزه، باحث عن النص ومبدله مش هتظهر للاسف. هنا عندك متصفح الكتروني، عندك متصفح ده، تمام، ده في انستجرام، بس طبعا النت عندي ميت خالص او شبه معدوم، هو بياخد وقت. وعندك يوتيوب، ده كل ده من جوه الواتساب، وعندك فيسبوك، وعندك جوجل. بص تفتح اللي انت عايزه من جوه النسخه، عيش انت، تمام. هنا فك حظر الارقام، هنا فك حظر الحظر، هنا فك الحظر، هنا مثلا بتحط ده فك التخمين لو انت محظور كود، انت مثلا تيجي تحمل النسخه او تفتح رقمك مثلا على اي نسخه ثانيه يقول لك ايه اللي هو الرقم ده الكود بتاعه يوصل مثلا بعد ساعتين بعد 4 ساعات بعد يومين على حسب المده، فاهم ازاي؟ دي حاجه. وهنا بقى حظر الارقام، هنا عندك كل البندات، الكود الاول بص عندك 7 اكواد، عيش انت. ده كلام الاستيت جاهز، الاستوريات جاهزه يعني، بص براحتك عيش انت. وهنا بتغير لون الكلام اللي انت عايزه، مثلا جرين يعني خليها مثلا يلو اصفر، بص اللي انت عايزه عيش براحتك. يا رب لسه ما قلتوش كمان، استر فكنا من كل ده فكنا منه عادي. خش مثلا على شاشه المحادثه، خش على شاشه المحادثه شاشه المحادثه تخلي مكان الاتصال السريع تخليه توب فوق، يعني زر الدش السريع مفعل، ده بتاع الرسائل اللي هو تشفير الرسائل، انت عايز تبعت رسائل متشفره برده، تمام. هقول لك دلوقتي رساله متشفره دي يعني ايه. لو مثلا تعمل ايه يا ربي، مثلا عايز تبعت له كلمه ازيك، عايز تبعت له رساله مهمه تفضل معلق على علامه الارسال، هتتبعت بشكل عجيب كده اهي، بصوا باينه في الريبلاي اهي، ودي اهي دي رساله بتتبعت عادي يعني تلقائي عادي ما فيهاش حاجه. في تاني يا ربي لسه ما قلناهوش، كنت بقول النسخه انا برفعها الساعه 4 الساعه 5 يعني الوقت عادي انا بتاخر ساعات، بس والله لازم عشان بعمل لكم حاجات كويسه، تمام.
في تاني يا رب لسه ما قلتهوش، بتاع المنشن الجماعي، فنفترض ان ده جروب مثلا، تفتح المنشن الجماعي، تروح تدوس على علامه المنشن دي، تمام، وبعتها، دي البدايه. بعدين هتكتب اي رساله انت هتكتبها وتبعتها، تتبعت منشن، يعني فاهم ازاي تتبعت منشن لكل اللي في الجروب. دي كلفت نظر لو انت منزل حاجه مهمه وعايز الكل يلتفت ليها، تمام. بس ما تعملش في الجروب بتاعي لان هتخانق منك وهطلعك، بس ما عنديش خلق، تمام. دلوقتي كده خلصنا كل حاجه، قلنا رامي الفيروس وكل حاجه. ابدا اقول لكم ازاي تنقلوا المحادثات بتاعتكم من نسخه واتس لنسخه ثانيه، تمام. طبعا دلوقتي انا فاتح نسختي اللي هي فيرجن 7، تمام. ادخل عليها واقول لكم كل حاجه ثانيه واحده. طبعا انا دخلت دلوقتي على الاعدادات بتاعت نسختي فيرجن 7، وانتوا برضو بتخشوا على الاعدادات بتاعت النسخه اللي انتوا فاتحينها، ايا كان بقى النسخه اللي انتوا فاتحينها، بس انا فاهمكم الطريقه، تمام. تلاقي في حاجه اسمها بيك اب اند ريستور، او اللي هو النسخه الاحتياطي والاستعاده، او ممكن تجيبها من قسم الاعدادات اهي، او النسخه الاحتياطي والاستعاده، وتروح جاي اعمل نسخ احتياطي لبيانات واتساب. حلو قوي. هتعمل ايه؟ نسخ احتياطي لبيانات واتساب. حلو. خلصت النسخ الاحتياطي بتاعك، هتعمل ايه؟ تخش على مدير الملفات ده، هسيب لك اللينك بتاعه برده في الوصف، تخش عليه بالشكل اللطيف ده، تخش على حاجه اسمها التخزين الرئيسي، تمام. تخش برده على حاجه، لحظه واحده معلش ركز معايا تاني. بعد ما بتعمل انت نسخ احتياطي هنا في النسخه اللي هي القديمه دي، النسخه القديمه، تمام. والنسخه الجديده بقى اللي هي النسخه اللي انت عايز تحط عليها محادثاتك الجديده، برده هتعمل نفس الخطوه، اعدادات نسخ احتياطي، وتعمل برده نسخ احتياطي لبيانات واتساب. يعني هتعمل هنا نسخ احتياطي وهنا نسخ احتياطي، تمام قوي. بعد ما عملت نسخ احتياطي على نسخه رقم 1 اللي هي ايه؟ بي اي 7 واتساب، تعمل ايه؟ هتخش عليها بالشكل اللطيف ده، تخش على حاجه اسمها يو بيك اب، تخش على حاجه اسمها كوم دوت واسم الحزمه، يعني اللي هو هتلاقي اول واحده، هتلاقي بالشكل الصغير ده، مالكش دعوه بالحاجات الراجي كتير اللي تحت، بالشكل ده. تخش على حاجه اسمها داتابيس، هتاخد دي كده كلها على بعضها، اللوكشه دي كلها نسخ بالشكل ده، وتخرج وتروح داخل على اسم النسخه الجديده اللي هو هتلاقيه بي اي 28 اف واتساب، اللي هو الشكل ده. تروح داخل على اليو بيك اب على كوم باسم الحزمه، هنا تروح تعمل لصق، وتدوس تنطبق على جميع المجلدات، وتدوس دمج، وتدوس تنطبق على جميع الملفات، وتدوس استبدال. بس فاهم ازاي؟ الدنيا حلوه خالص يعني. ده بالنسبه انت كده نقلت المحادثات بتاعتك بكل الليله دي كلها. عايز مثلا بقى تنقل صور، تنقل اي حاجه من ملف الميديا، فاهم ازاي؟ ملف الميديا بتاعك انقل عليه اللي انت عايزه، او ملف الميديا تخش هنا برده على اسم الحزمه النسخه القديمه، يعني على الميديا، الملفات، الصور براحتك يعني. بص عيش انت، تدخل مثلا، فنفترض ندخل مثلا على ايه، خش مثلا على ايه، خش على ايديا، ماشي ايديا امان. هندخل على ايديا، هناخد كل اللي هنا ده بالشكل ده كده، تعملوا له نقل، حلو زي ما قلت، تعملوا له نقل. طبعا انت هنا هتخش على النسخه بتاعتك دي، طبعا لو انت ما عندكش ملف ميديا هنا، فانت هتعمل مجلد باسم ميديا، فاهم ازاي؟ هتدوس المجلد ازاي، هتدوس 3 نقط هنا جديد مجلد، وتكتب اسم ميديا اللي انت كنت لسه شايفه هناك، وتروح حاطط دول جواه بقى، فاهم ازاي؟ جوه برده نفس الشكل، يعني هتبقى حاجات نفس الشكل، فاهم؟ بس بعد طبعا ما تخلص، بعد ما انت نقلت، بعد ما انت عملت النسخه الاحتياطي هنا وعملت كل حاجه، دي النسخه الجديده بتاعتك اللي انت هتحط عليها محادثات، تروح تعمل استعاده، فاهم ازاي؟ تروح تعمل استعاده، فالمحادثات كلها هتظهر لك هنا. ده حوار انك تنقل مثلا محادثاتك من نسخه لنسخه ثانيه. حلو. وكده الفيديو يكون خلص، ويا ريت تقدروا الفيديو وتقدروا التعب اللي انا قلته في الفيديو. حرفيا انا شرحت لك كل حاجه، ازاي تحذف ارقام، يعني ازاي تنقل محادثات من محادثه ثانيه، ازاي تعمل كل حاجه في النسخه، حرفيا انا شرحتها لك بشرح مبسط جدا، وعشان تبقى فاهم طريقه التحميل بتاعت النسخه الجايه ان شاء الله. الفيديو الجايه مش هتبقى مثلا بالطول ده، بس انا الفيديو خليته طويل عشان تقدروا تفهموا كل حاجه في النسخه، تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.